السمنة مرتبطة بأكتر من 50 مرض، في منها أمراض ممكن تهدد حياة الإنسان. خلينا نقول مثلا انقطاع النفس أثناء النوم أو انقطاع النفس أثناء السير، يعني المريض اللي بينام نفسه بيتخنق وهو نايم، أو ممكن يحصل له الموضوع ده وهو سايق وبالتالي يخش في إغماء ويحصل له مشاكل كبيرة جدا. حاجات مهمة زي السكر، مرض زي السكر ممكن يأثر على النظر أو يأثر على حاجات تانية كتير في الجسم. مرض كمان زي زيادة ضغط المخ، المرض ده بيحتاج عملية مخصوص ليه، لكن نزول الوزن ممكن يساعدك انك تخف منه نهائيا. مرضى كمان زي اللي عندهم دهون على الكبد ممكن يؤدي بيهم لتليف في الكبد على المدى البعيد من زيادة الوزن. مريض الضغط ممكن يوقف أدوية كتيرة من أدوية الضغط بسبب نزول الوزن. في أمراض كتيرة جدا زي أمراض الجهاز التنفسي، نسبة كبيرة جدا منها بتتحسن مع نزول الوزن، وبالتالي احنا بنقول ان عمليات السمنة بتساعدنا ان احنا نتخلص من كتير من الأمراض المزمنة، وبالتالي الخوف من السمنة مش من عمليات السمنة. لو تعرف حد عايز تشجعه على نزول الوزن اعمل له منشن في كومنت.